ده أحمد الفيشاوي ابن فاروق الفيشاوي وسمية الألفي. عقلية يعني أحمد ربنا إني ما شفتش زيها كتير في مصر. ما تعرفش عقليته إزاي يعني. شوف متصور إزاي في واحد يلبس حلق وراجل يلبس حلق ويرسم على جسمه كل الرسومات دي ويخلف بنته ما يرضاش ينسبها ليه عشان جواز عرفي، والمحكمة تاخد جينات وتحاليل تثبت انها بنته يعترف بيها. اتجوز كم مرة وطلق كم مرة، مع ان يعني في ممثلين كتير خلفوا عيال ودخلوا في التمثيل بعملوا زي ابن عادل امام محمد امام، ومحمود السعداني ابن صلاح السعداني، وكريم عبد العزيز ابن المخرج محمد عبد العزيز، وغيرهم كتير طالعين عاقلين ومتزنين. ده سبحان الله. ولو واحد انتقده يا لهوي مش هيخلص. بيمشي مع نسوان الدنيا ويتجوز ويطلق ويتجوز ويطلق ويخلف وما يعترفش ويرسم على جسمه 100,000 صورة. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ انت طبيعي يا ابني. انت ممثل وعلى فكرة ممثل كويس وعنده فرقة بغني راب ولا مش راب يا راجل. انا لو انت متزن كده وعاقل بلاش لبس الحلق ده واللي على جسمك ده، معرفش هيتشال ولا هيفضل طول عمره كده وصمة عار عليك. سبحان الله. هو اتولد 1980. طبعا ابوه فاروق الفيشاوي وامه سمية الألف، يعني شارب الفن وقدم برامج ومؤخرا كمغني راب. سبحان الله. بس انا ليا رأي، يا ريت تستحمى بمية نار تشيل الرسومات اللي عليك دي، مية نار خفيفة كده يعني، وتقلع الحلقة وتبقى راجل زي الرجالة. لأن اللي أنت بتعمله ده مش لا يصف للمصري بشيء ولا للإسلام بشيء. ربنا يهديك يا ابني ونشوف نجم كويس غير اللي أنت فيه دلوقتي. اللي مأيد كلامي يعمل لي لايك واشترك في القناة، وسلام.